السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم استعمال اكثر من رائع لهاد عصاره القهوه او الكافيتير اللي معروف اننا كنصايبوا بها القهوه كحله او القهوه السوداء. فاليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره رائعه باش نصايبوا بها قهوه بالحليب بواحد الفكره اكثر من رائعه. فاول شيء غادي نشارك معكم هاد عصاره القهوه. كتجي بهذا الشكل هذا، كيجي عندها هذا الابريق اللي ضروري ما نحطوهش هو سخون على شي حاجه اللي تكون فازقه او على رخامه، لانه دغيا كيتهرس. وكيجي فيها هذا الفلتر هذا اللي كيتغسل وكنعاودو نستعملوه، كذلك كنغسلو هذا الجزء هذا كننظفوه. وهذا المكان اللي كيجي في الخلف فكنوضعوا فيه الماء بارد عادي من الروبيني. تيكون هذا هو الشكل ديال عصاره القهوه ديالي اللي خديتها من جوميا بثمن ديال 220 درهم، الماركه ديال لاماكوم. وطريقه التحضير القهوه بالحليب، فكناخذوا اي قهوه اللي تكون بهذا الشكل هذا، تكون مطحونه، كتكون شويه خشنه او حرشه شويه، ما تكونش منيله بزاف كما تشوفوا معايا. وغادي نوضع ملعقه صغيره مملوءه جيدا او على حسب الذوق كيف كتبغيو القهوه ديالكم، قاصحه ولا خفيفه. وغادي ناخذ 2 معالق صغار اللي عامرين مزيان ديال الحليب بودره او ديال النيدو، وضروري كنحركهم وكندمجهم بهذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا حتى كيندمج لينا هذاك الحليب بودره مع القهوه مطحونه بهذا الشكل هذا. صافي. وهداك المكان اللي في الخلف انا درت فيه القياس ديال الماء، تقريبا درت فيه كاس ونص. ضروري الماء تعبروه على حسب الكؤوس اللي بغيتو، الا بغيتو 2 كيسان فكتوضعوا فيه 2 كيسان. صافي. هنا غادي نخدمها، وهنا فانا سرعت المقطع باش دغيا تشوفوا معايا النتيجه ديال هاد الفكره. فكتنزل لينا قهوه بالحليب، فكره اللي صراحه زوينه بزاف وكتجي لذيذه. وهاد العصاره القهوه فكتخرج القهوه سخونه ولكن ماشي سخونه بزاف، المهم كتكون سخونه في القياس. صافي. هنا كما تشوفوا معايا كتجي قهوه بالحليب اكثر من رائعه، وكتجي مصفيه يعني ما فيهاش هذاك التخت ديال القهوه كما تشوفوا معايا. وضروري ما نحطوهاش وهي سخونه على شي حاجه بارده على الرخامه. نرجعوها لهذاك المكان ديالها في العصاره باش كتبقى شاده السخونه، لانه في هذيك الحديده كتبقى شاده السخونه. اولا نحطوه على شي خشبه، المهم ما نحطوش على الماء لانه كيطرطق. وهذه هي النتيجه كما تشوفوا معايا، قهوه بالحليب فكره اكثر من رائعه بلا ما نوسخوا الكاسرول او لا شي حاجه. فقط في هذا الكافيتير او عصاره القهوه كنحصلوا عليها. هنا كنزيدوا السكر على حسب الذوق، كنحركوا وكنحصلوا في ثواني على قهوه بالحليب للفطور كما تشوفوا معايا، بفكره اللي سريعه وكتجي القهوه لذيذه ورائعه جدا. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره. وهنا غادي نشارك معكم فكره ديال وجبه عشاء من المطبخ الهندي، كتجي من ألذ ما يكون. متاكده الا جربتوها ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. فهنا في طنجره وضعت كاس ديال الروز كلاصي او الروز الاصفر، وزدت عليه 2 كيسان ديال الماء وشويه ديال الملحه، وغادي نردو يطيب اولا يتسلق على عافيه اللي مهيله. وهنا غادي ندوز نحضر التوابل ديال الكاري اللي كيعطيو لهاد الوصفه واحد اللذه اكثر من رائعه. فانا كنفضل دائما نطحنهم في المنزل حتى لاخر لحظه باش كيبقى المذاق ديالها مجهد وكيبقى باين. فهنا كما تشوفوا معايا هاد التوابل هادو غادي نخلي لكم الصوره كل مكون حداه الاسم ديالو باش تسكرينيوها. فقط هنا ناقصني الحلبه وناقصني الهيل اللي كيعطيو كذلك واحد اللذه اكثر من رائعه لهاد التوابل الكاري، وما كانوش متوفرين عندي. فانتم ديروا هاد التوابل وزيدوا عليهم 5 الحبات ديال الحلبه و3 الحبات ديال الهيل. كيجيو واحد التوابل اللي اكثر من رائعين وكيعطيو لذه للدجاج او للداند، كيجي رائع جدا ما تشبعوش منه. هنا في مقلاة على نار متوسطه ضفت شويه ديال الزبده، تقريبا ملعقه كبيره، مع شويه ديال الزيت النباتيه. الا بغيتو طيبوا بزيت الزيتون تقدروا ديروا زيت الزيتون. وهنا ضفت بصله خضاريه اللي قطعتها رقيقه كتجي لذيذه في هذه الوصفه. وتقدروا كذلك ديروا حتى البصله العاديه على حسب اللي متوفر عندكم. فبالنسبه لهذه البصله الخضاريه فكتكون موسميه، نستغلوها لانها كتضيف للاطباق واحد اللذه رائعه. هنا غادي نزيد لاداند اللي قطعته
مكعبات صغيره بهذا الشكل هذا، وتقدروا تعوضوه بالدجاج بجوج كيجيو رائعين في هذه الوصفه اللي متوفر عندكم. فقط كتقطعوهم يكونوا قطع اللي صغيره بهذا الشكل هذا. كنبدا كنشحر فيهم في المقله، كنديهم وكنجيبهم حتى كيتشحروا. كنزيد فقط الملحه لان البهارات والعطريه كلهم كاينين في هذوك التوابل ديال الكاري اللي طحنتهم كما تشوفوا معايا. كنطحنهم دائما حتى لاخر لحظه باش كيبقاو زوينين وكتبقى النكهه ديالهم باينه. وتقدروا كذلك تستعملوا توابل الكاري راه كيتباعوا جاهزين في قريعات صغار ديال الدجاج. صافي هنا غادي نضيف تقريبا 2 معالق صغار ديال هاد التوابل الكاري، وغادي نبدا نحرك جيدا جيدا حتى كيتشحر لينا هذاك لداند او الدجاج ديالنا، حتى كيتقلى مزيان مزيان وكيدخلوا الطياب. دائما مع التحريك المستمر باش كندخلوا هذوك التوابل مزيان مزيان في هاد لداند هذا. وبالنسبه للتوابل فرا كلهم ضفناهم مع التوابل الكاري، يعني ضفنا البزار، الخرقوم، القرفه، اضافه للتوابل الاخرين اللي تيكونوا مع التوابل ديال الكاري. يعني ما تحتاجوا تضيفوا حتى شي حاجه من غير هذوك التوابل وشويه ديال الملحه على حسب الذوق. صافي هنا كنبدا كنشحر حتى كنحس بهذاك لدان ندخلوا الطياب كما تشوفوا معايا. ومباشره غادي نضيف علبه ديال كريمه الطبخ كما تشوفوا معايا، العلبه صغيره اللي فيها 200 مليلتر. وعلى نار متوسطه كنبدا كنحرك حتى كتعقد لينا هاد الكريمه هذه وكتقال واحد شويه. الا تقالت لكم بزاف تقدروا تخففوها بشويه ديال الحليب، وكتجي واحد الصلصه اللي اكثر من رائعه. كيجي المذاق ديال هاد لداند بهاد التوابل الكاري والكريمه كيجيو رائعين ولذاذين بزاف. تقدروا ترافقوهم مع الرز، وكذلك تقدروا ترافقوهم مع لي بات مسلوقين، يعني اللي بغيتو كتجي واحد الاكله اللي رائعه جدا. تقدروا تزيدوها مع ما بغيتو. صافي هنا كنبدا كنحرك غير بشويه بشويه حتى هذيك الكريمه كطيب وكتعقد واحد شويه وكتنسجم مع هذاك التوابل ديال الكاري، وكتعطينا واحد اللذه اللي اكثر من رائعه. كنصحكم انكم تجربوها. هنا كما تشوفوا معايا بعد ما بدات كتعقد واحد شويه وكتقال لينا هذيك الكريمه. صافي هنا في هذه الاثناء كنطفيو عليها. وهذا هو طبق التقديم كما تشوفوا معايا. وضعت هذاك الروز اللي تسلق غير مع شويه ديال الملحه كما تشوفوا معايا. كيطيب كيجي مفروز حبه حبه كما تشوفوا معايا. وكنرافقوا بهذاك اللداند بالصلصه كما تشوفوا معايا اللي بتوابل الكاري والكريمه. كتجي واحد الاكله اكثر من رائعه، وجبه عشاء اللي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، راه فعلا تستحق التجربه. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. وما تبخلوش عليا بلايك، تعليق، اشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه، بارطاج مع العائله والاصدقاء اللي تعم الفائده. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء.